السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف نتخلص من الوسواس في الوضوء في 6 خطوات؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الوسوسة في الوضوء من أكثر ما يبتلى به بعض الناس، والحقيقة موضوع مزعج جدا. الإنسان يتوضى مرة واثنين وثلاثة، وأحيانا بعضهم بيتوضى 10 مرات، وبيوصل لمرحلة من الزهق والضيق أحيانا عياذا بالله بتدفعه أنه يترك الصلاة نهائيا بسبب الوسوسة في الوضوء. ولذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم لقطع الاسترسال مع تلك الوساوس وعدم مجاراة تلك الوساوس. عندنا 6 خطوات من أهم وسائل التخلص من ذلك الوسواس. رقم 1، إن احنا نعلم يقينا أن الأصل هو صحة الوضوء، فلو غسلنا أعضاء الوضوء مرة أو مرتين أو 3 لا نلتفت بعد ذلك إلى أي شك، بل خلاص يبقى يقينا احنا توضينا وما نلتفتش. رقم 2، ما نعيدش غسل أعضاء الوضوء بسبب الشك، حتى لو حسينا ان احنا لم نحسن غسل اعضاء الوضوء، ما دام انه غلب على الظن ان احنا غسلنا اعضاء الوضوء فنمضي ولا نلتفت ابدا. رقم 3، دي الخطوة الثالثة، لا نلتفت الى الشك بعد الفراغ من الوضوء، لان البعض منهم بيجي له الوسواس اثناء الوضوء، وبعضهم يكون اتوضى خلاص ويجي له الوسوسة بعد ما بيتوضى، يقول لا ده اكيد انا نسيت حاجة، اكيد نسيت المضمضة، فيرجع تاني يتوضى. لا تلتفت الى الشك بعد الفراغ من الوضوء. اللي ينتهي من الوضوء ويجي له الشيطان يقول له لعلك نسيت كذا فلا تلتفت اليه. رقم 4، لابد ان احنا نقتدي بالنبي، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءا يسيرا جدا دون تكلف، بل وكان يتوضأ بأقل القليل من الماء، وكان ينهى عن الإسراف في استعمال الماء. رقم 5 حبايبي، دايما كده لما نيجي نتوضى نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا هجمت علينا تلك الوساوس، نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونكمل الوضوء ولا نلتفت بفضل الله. رقم 6، ودي آخر حاجة، إن احنا نحدد لنفسنا كده وقت معين للوضوء، يعني مثلا هتوضى في دقيقتين أو في 3 دقائق، ونلزم أنفسنا بعدم تجاوز هذا الوقت مهما جاءنا الوسواس بعد ذلك. والعلماء قرروا قاعدة عظيمة جدا في غاية الروعة. قالوا ايه بقى؟ قالوا اليقين لا يزول بالشك، فما دمت متيقنا انك توضأت فلا يضرك بعد ذلك ما يعرض لك من الوساوس. واذا كان الوسواس بقى شديدا ومتكررا للانسان في الوضوء، فاعلم ان علاجه الحقيقي هو مخالفته وعدم الاستجابة له. ففي البداية ممكن تشعر بشيء من القلق، لكن مع الاستمرار ومع مجاهدة النفس والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بيضعف الوسواس شيئا فشيئا بإذن الله، وبعد ذلك تستمتع بالوضوء وبالصلاة بفضل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.